الطريقة القادرية العالية المباركة بدون انقطاع متصل. قليلا ما في هذا العصر إجازات متصلة بدون انقطاع. الحمد لله رب العالمين برحمة سيدنا محمد سيد المرسلين. هذا إجازة طريقة القادرية عالية من سيدنا رسول الله إلى سيدنا عبد القادر الجيلاني، من سيدنا عبد القادر الجيلاني بدون انقطاع متصل إلى الفقير إن شاء الله خادم سيدنا عبد القادر الجيلاني. وهذا إن شاء الله نعطي لأخونا هذا أمانة المقدسة لأخونا إن شاء الله الشيخ Uci Tarsusi. Sayyid Muhammad Fadil Al-Jailani akan memberikan ijazah Tariqah Qadiriyah dengan sanad yang bersambung kepada Rasulullah SAW, mulai dari beliau turun-temurun sehingga kepada Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu, terus ke bawah hingga kepada Syekh Muhammad Fadil Al-Jailani. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. أذنتك وأجزت لك إن شاء الله في الطريقة القادرية العالية المباركة كما أجازني والدي العالم العلامة البحر الفهامة السيد شريف محمد فايق الحسني الحسيني القادري الجيلاني، متصلا إلى غوث الأعظم سلطان أولياء والعارفين السيد عبد القادر الجيلاني، ومتصل إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكرم الله وجهه، ومتصل إلى سيد الأولين والآخرين حبيبي رب العالمين رحمة للعالمين جد الحسن والحسين قدوتنا سيدنا محمد، ومنه إلى سيدنا الجبريل عليه السلام، ومنه إلى رب العزة جل وعلا. أذنتك وأجزتك وأذنت وأجزت لمن تجيزه إلى يوم القيامة إن شاء الله رب العالمين، ورثة بعد ورثة. قبلت. آمين 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 آمين. هذا إجازة الطريقة القادرية العالية المباركة المتصلة سيدنا عبد القادر وسيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. مبارك إن شاء الله. Ini adalah ijazah tertulis Tariqah Qadiriyah, di mana di situ beliau menyertakan sanad-sanad beliau hingga kepada Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu hingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وهذا إجازة علمي بفضل من الله سبحانه وتعالى من الفقير، لأن بعد 1000 سنة ما أنعم الله عليه جل جلاله ببركة رحمة سيدنا رسول الله جدي رسول الله، وثم بركة علوم سيدنا علي وحسن وحسين والسلطان أولياء والعارفين. أول مرة في تاريخ تراث إسلامي بحثنا عن كتب الشيخ وطابعنا كتب الشيخ، والإجازة من الفقير إن شاء الله يد الأول إلى أخونا إن شاء الله الشيخ أوتشي. Setelah beliau tadi memberikan ijazah tariqah, sekarang beliau akan memberikan ijazah ilmiah, ijazah keilmuan daripada Maulana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu taala anhu. Karena beliau Syekh Abdul Qadir Jailani banyak ilmu beliau, kitab-kitab beliau yang hampir 1000 tahun tidak ditemukan, akhirnya beliau menemukannya. Maka setelah menemukannya, beliau pun mengijazahkan ilmu-ilmu itu, di mana ilmu-ilmu itu juga merupakan warisan dari baginda Sayyidina Ali bin Abi Talib dan baginda Nabi Muhammad SAW, dan kini akan beliau ijazahkan kepada Kiai Uci Turtusi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Al-Alim Al-Hakim. Allama al-insana ma lam ya'lam. Wa fawqa kulli zi ilmin alim. Wa ja'ala rutbatil ilmi a'la rutab. Wa khassa ahla al-ilmi bi sharafin. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يخشى الله من عباده العلماء يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. والصلاة والسلام على أكمل الرسل
سيد الأولين والآخرين وشفيعنا وحبيبنا وطبيبنا محمد وعلى آله الكرام وأصحاب الأخيار وأتباعهم إلى يوم الدين بإذن الله العلي العليم. أذنت السيد الشريف الشيخ أوتشي الطرطوسي الحسيني القادري إجازة عامة في علوم وخاصة في علوم ومؤلفات السيد الشريف الغوث الأعظم قطب الأقطاب سلطان الأولياء والعارفين والباز الأشهب مرشدنا وقدوتنا شيخ الإسلام والمسلمين عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. وأوصي الشيخ أوتشي بالخدمة في نشر العلوم وخدمة العلماء وأهل العلم على الدوام. وصلى الله وسلم على جد الحسن والحسين طبيب قلوبنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأرجو من الله العلي العليم القدير أن ينفع بهذه الإجازة جميع أهل العلم. الموجز الخادم للقطب الجيلاني السيد الشريف أستاذ دكتور محمد فاضل الجيلاني إن شاء الله. قبلت. Sekaligus mohon doanya Kiai Uci untuk menyampaikan doa penutup. دعاء الإجازة إن شاء الله. يا عليم علمنا علما وفهما. آمين. يا عليم كل آمين. آمين. يا عليم علمنا علما وفهما. يا عليم علمنا وأولادنا وذريتنا علما وفهما. وتمم لنا بالخير يا الله. وتمم لنا بالخير يا الله. وتمم لنا بالخير يا الله. واجعل ورثة لنا ولمدارسنا ورثة بعد ورثة تليق بورثة سيدنا محمد إلى يوم الدين إن شاء الله رب العالمين في خدمة العلم والعلماء وخاصة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah simkuring atas impianana 2 hari sebelum ke Indonesia beliau mimpi moal dicaritakeun kabeh ngimpina sebab ieu mah lain ngimpi Romi dan Yuli tetapi impian khusus, maka secara simbolis tadi telah diijazahkan simkuring nampi alhamdulillahirabbil. Saya udah kasih tahu, paham nggak masalah? Oke. رأس القادر الجيلاني أنا فقير. Terakhir urang ngadua, satajan ngadua, simkuring aya saetik bahwa Syekh Fadil keturunan dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Quddasallahu sirrahul aziz radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Aziz di Suria aslina kemudian cicing di Amerika berjuang ribuan luar biasa. Wasilah anjeunna masuk Islam, anjeunna ge sarua aya impian-impian. Nu unik kula ngimpi Habib Lutfi nyahuan ka impian kula. Ta eta nu hese makos kitu tah. Gitu. Jadi kula sababaraha kali jeung Haji Mamin ngimpi jetilok nyaritakeun ka kula.
Berarti bodoh kan ngana. Tapi Habib Lutfi bisa nyaho ka impian kaula. Nah iyalah keistimewaan jelema-jelema khawas ahli-ahli Allah. Kemudian tadi kula setelah keur zikiran aya sababaraha sosok manusia selain almarhum Abah, malah aya ibu kula tur aya sesengitan kula mandek nyarita bae ngambe apa teh sengit-sengit pandan. Asa kitu doang tah ngambe apa teh luar biasa waktu keur zikir aya sesengitan pandan. Nah etalah ala kadar cerita naon kitu ngaranna seputar haul anu ieu diakhiri ku aya seorang wali teu kaciri ibadahna rudin jasa eta wali. Urang makan lamun nyaritakeun wali teh sosokna jubah, sorban. Pokona mah aya memang nu kitu. Kan ieu mah aya wali rudin, bukna panjang. Bukna ge sakieu bukna tah. Besi di dia nu bukna panjang bawa eta. Emang terus tilok nyisiran, tilok mandi. Kasep ngan aya Habib Rozak mah ya beda lah itu saya. Kasep teh wajahna bersinar. Nah, maot lah manehanan. Maot dalam kayaan rudin anu luar biasa. Cek Syekh Ahmad Khatib Asyamasi di Mekah eta sing hade urusan wali. Kabeh kaget. Kokos kieu si wali. Duka deuleu ku urang nu kacipta ku mata hate urang mah wali mah nu tasbihna golede teh. Tuh tadi baca kos kieu. Anu tadi dicaritakeun ku Habib Tohar tadi anu kikituan eta. Buat teh nyana bae eta gitu. Nah, ieu terus Ahmad Khatib Syambas itu urusan wali. Pandian. Tas di pandian bawa ka dieu. Kula nu ngimamanana. Masya Allah. Kejadian di Mekah akhirnya tetap di pandian eta naib pun cara kurang untuk tukang mandian kurang percaya nukos kieu wali heran aing mah jelema rudin kieu wali sakieu tilok gisiran tilok kade salat tilok naon nya bau awakna bau tapi lamun sungutna seungit nyana keur di pandian hudang aing mah nu manta kitu ge teu kaburu ngurusan awak ibadah bae aju ngedeng deui. Seperti etalah salah satu ilmu kula jaritakeun Syekh Ahmad Khatib Syambas karomah-karomahna anu terus ke Indonesia dunia luar biasa terutama Indonesia insyaallah iraha deui karena waktu udah tadi memang naon kitu kurang memungkinkan insyaallah engke karomah-karomahna nu geus dimanakibkeun termasuk Syekh Nawawi termasuk Syekh Khalil kula insyaallah boga aya nu mere insyaallah. Nah ilah keistimewaan wali jadinya nama henteu maot berarti kan keur di pandian kitu hudang aing mah teu kaburu urusan awak zikir bae bego sakian teh aju ngedeng deui berarti kan maksudna teu maot wali mah secara zahir doang maot sok teh kadeuleu ku mata urang ruhna mah teu maot pantes lamun cek Syekh Aziz tadi lamun hayang nyaho di dieu ratusan wali meureun kadeuleu anu aya di dieu kunyana monyet kabeh hanya di sela-sela meureun jelema-jelema wallahu alam banser mah nyaho monyet nyaho bedul. Ieu mah keur carita doang. Boh atuh banser mah pohara luar biasa. Lamun nu di tukang wallahu alam. Nah ieu mah sekedar hiburan bahwa ayalah jelema nu datang ka hakikat. Yuk urang ngadoa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم يا هادي المضلين ويا رحيم المذنبين ويا مكيل عثرات العاثرين ويا مجيب سؤال العابدين ارحم يا الله ارحم يا الله ارحم يا الله عبدك من ذا الخطر العظيم والمسلمين كلهم أجمعين اللهم اجعلنا مع الأخيار المرزوقين الذين أنعمت عليهم من النبي
nabiyyin wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Urang bubar balik terus maca sholawat ayat Habib Abdurrahman untuk kitu naon ngaranna naon kitu ngaranna mengawali atawa nuturkeun para ulama ka imah kula jeung para penggede Habib Abdurrahman baca sholawat. Silakan.